تقييم، يعني تنقط لي مثلا المستوى ديال حريه التعبير في المغرب على 10 شحال تعطيه؟ 2. علاش؟ لان اولا الصحافه في المغرب تعيش محنه كبيره. جزء من هذه المحنه الصحافه هي محنه حريه التعبير ككل في المغرب، لان حريه الصحافه ممكن اعتبارها هي الترمومتر لقياس مدى التمتع بحقوق الانسان في اي بلد. فاش كنقول 2/10 لان لم مشينا لبعض الانواع الصحفيه نجد او الاجناس نجد ان وضعها متازم بشكل كبير جدا. نعطي مثلا الصحافه الاستقصائيه، ليست لدينا صحافه استقصائيه في المغرب حاليا الان. ولكن على ما اعتقد كاين واحد الصحفي سميتو اشرف بالمدن اخر كيقول على انه صحفي استقصائي. كل واحد تيقول، ولكن مثلا الى قارنا العمل اللي كان دار عمر راضي لا فيما يتعلق بالاراضي السلاليه لا فيما يتعلق باراضي خدام الدوله، هذا عمل صحفي استقصائي. التضييق على عمر راضي جاء فقط لأنه اشتغاله في المجال ديال الصحافه الاستقصائيه. كذلك التضييق على المعطي منجيب كيجي لانه كان احد رواد اللي كان تيحاول يدير تكوين حول الصحافه الاستقصائيه. اذا ممكن ان نلاحظ الان لا في المواقع لا في الصحف يعني اليوميه او الاسبوعيه ليس هناك عمل استقصائي بمعنى الكلمه الصحافه الاستقصائيه، لان الصحافه الاستقصائيه هي الكاشف او هي اللي كتقدر دير الزوم على بزاف ديال المظاهر ديال الفساد في اي بلد. كاين شي نموذج ديال شي دوله ما عندها المستوى ديال الصحافه الاستقصائيه كيوصل ل 10 مثلا الولايات المتحده الامريكيه ما كيوقع لهم حتى شي مشكل من بعد حتى حاجه طبعا، لان هناك كذلك في اوروبا كذلك هناك مثلا بلجيكا والكشف اللي كان دار حول القطر جيت والمروكو جيت فيما يتعلق باعطاء رشاوي للبرلمانيين وتتبع الملف، هذا صحافه عمل ديال الصحافه الاستقصائيه. اذا على الصعيد الدولي لا زال هناك بعض الدول اللي فيها حريه ديال التعبير تدعم الصحافه الاستقصائيه، لان كما قلت لانها هي الكاشفه على الفساد. إلا قارنا مثلا المستوى ديال الصحافه اللي عندنا في المغرب حاليا بالمستوى ديال الصحافه في الثمانينات والتسعينات، لا اظن باللي في الثمانينات ولا السبعينات والثمانينات الى التسعينات كانت هناك الصحافه الحزبيه، بالرغم ان هي كذلك كانت تتعرض للتضييق، لكن على الاقل كان هناك قبل كان التحرر، من بعد جاء المحرر، من بعد كانت الطريق، كانت مجموعه ديال الصحف الحزبيه اليساريه اللي كانت تقوم بدور كبير جدا لا في نشر الوعي لا في تحليل الوضع لا في اعطاء الكثير من المعطيات. سنه 94 يمكن نقولوا هي بدايه او انفتاح نافذه حول ما انذاك كان الحديث حول انتقال السلطه والاعداد انتقال السلطه من ملك الى ملك. اذا كان واحد الانفتاح حقوقي، كان ظهرت لنا مثلا الصحيفه، الايام، لو جورنال، تيلكيل، دومان، الجريده الاولى، كثير من الصحافه اللي كانت مستقله وكانت عندها الجرأه في اثاره الكثير من المواضيع. لكن مع الاسف مع سنه 2001 تم اغلاق هذا القوس ديال هذه الصحافه، واصبحت تقريبا الصحافه مدجنه بشكل كبير جدا، زياده على المتابعات ديال الصحفيين. الا خدينا على امتداد واحد المده معينه، مثلا باعتبار 20 فبراير في 2011 كانت مرحله فاصله في الحياه السياسيه المغربيه، ونحاولوا نتبعوا العدد ديال الصحفيين والمدونين الذين تمت متابعتهم. فنجد سنه 2011 13 صحفي ومدون، سنه 2012 17، سنه 2014 23، سنه 2016 33، سنه 2017 65 صحفي ومدون تمت المتابعه ديالو، سنه 2020 70، سنه 2021 82 مدون وصحفي تمت المتابعه ديالو. المتابعه ديالو كتكون بقانون الصحافه والنشر ولا بالقانون الجنائي؟ لا بالقانون الجنائي، اغلبيه 90 حتى 95% بالقانون الجنائي. لكن علاش؟ حيت انا كنعرف الا كنتي صحفي وعندك بطاقه الصحفي، فاش كتمشي عند القاضي كتقدم لي بطاقه الصحفي، والا راه غيتحكم عليك بقانون الصحافه والنشر. الحاله الماثله امامنا ديال حميد المهداوي لا خير مثال، صحفي في موقعه ادلى بمجموعه من المعطيات تجب متابعته بقانون الجنائي، في حين أنه كان ممكن متابعته بالقانون الصحافه والنشر اللي فيه فقط العقوبه الغرامه الماليه وليست العقوبه السالبه للحريه. ولكن لان الغرض من هذه المتابعات هي الاسكات وتخويف الصحفيين، يتم اللجوء الى استعمال القانون الجنائي عوض قانون الصحافه والنشر. ولكن شكون اللي كيطالب باش انه واش القاضي هو اللي عنده الحريه التامه انه مثلا النيابه العامه هي التي تكيف المتابعات حسب، وهذا التكييف هذا يعني اظن انه تكييف دار ماشي شيء طبعا دار، ولكن من حق النيابه العامه ان مثلا تقوم بالتكييف، من حقها ولا ماشي من حقها، ولكن شنو هي الصوره اللي كتعطى الان؟ شنو هي الصوره اللي عندنا على النيابه العامه؟ وهي تكيف متابعه صحفي بالقانون الجنائي.
إذن كتعطينا صورة على أن القضاء ليس مستقلا وتابعا للجهاز التنفيذي بشكل كبير، وكذلك أنها لا تحمي الصحفيين ولا تحمي حرية التعبير.